أهلا أصدقائي، أهلا المغاربة كاملين عشاق المنتخب الوطني في جميع أنحاء العالم. مبروك علينا هذا الفوز هذا، اللي هو فوز صغير ولكن هو كبير في يعني في الأهمية ديالو. يعني هو اللي غيعطينا الطريق باش نتأهلوا إن شاء الله الأدوار المقبلة، وإن شاء الله يكون القادم أفضل. مباراة كانت قوية من بعد ما شفنا البداية القوية ديال المنتخب الوطني اللي سجل فيها الصباري الهدف الفوز في الدقيقة الأولى، وكنا فرحانين وكنا تنقولوا بأن هذا الهدف هذا غادي يهيئنا باش نجيبوا أهداف أخرى وغادي نكونوا لاعبين بأريحية، وإنما النجاعة الهجومية مرة أخرى كتخون اللاعبين. وهذا الشيء كيوقع لأن المباراة ماشي سهلة، لأن حتى المنتخب الاسكتلندي ما كانش باغي يخسر، لان كنعرفوا عنده 4 نقاط وعنده مباراه جايه ضد البرازيل، لان يعني المباراه غتكون قويه. كان كيمني النفس انه على الاقل ياخذ نقطه واحده باش يضمن التاهل، ولكن الحمد لله المنتخب كان منظم دفاعيا، يعني كان قوي. هذا الشيء اللي كاين. المهم الحمد لله ان هذا الفوز جا في هذا التوقيت هذا وخلانا نلعبوا الماتش الثالث او المقابله الثالثه مع هايتي باريحيه، وان شاء الله المباراه غتكون مفتوحه، وغادي نحاولوا اللعابه يصلحوا من الاخطاء اللي ارتكبت في هذه المباراه، والقادم افضل ان شاء الله. غادي نهضروا على الخطة ديال محمد وهبي والأداء ديال اللاعبين والأرقام والجوانب النفسية والتكتيكية وحظوظ المغرب في المباريات المقبلة. محمد وهبي يؤكد أن اختياره لم يكن صدفة. قبل بداية كأس العالم كان نقاش كبير وسط الجماهير المغربية: واش محمد وهبي يقدر يحمل المشعل بعد الحقبة الناجحة السابقة؟ واش عنده شخصية كافية باش يقود المنتخب في المنافسة بحجم كأس العالم؟ يعني كانت الجماهير المغربية اللي متخوف وكاين اللي متحمس، ولكن محمد وهبي بين على أنه مدرب كفء، مدرب ذو شخصية عالية، باللغة صحيحة، أستاذ كيعرف يتواصل مع اللعابه ديالو، كيعرف يحط الخطط. والحمد لله شناه في المباراه الاولى وشناه في المباراه الثانيه، يعني البصمه ديالو موجوده. اليوم من بعد المباراتين الكبار امام البرازيل واسكتلندا بدا الجواب كيبان بوضوح. محمد وهبي ما جاش بصدفه، محمد وهبي ما جاش بصدفه لانه رجل عنده افكار واضحه وعنده شخصيه هادئه كيف قلنا، وعارف شنو باغي من اللاعبين. شفنا منتخب منظم، منتخب متوازن، منتخب ما كيلعبش بعشوائيه، كل لاعب عارف المهمه ديالو اللي غادي يقوم بها، وهذا الشيء هو اول نجاح لاي مدرب. والهدف المبكر غير سيناريو المباراة بالكامل. في الدقيقة الثانية جاء الهدف المغربي، وهذا الهدف عنده قيمة أكبر من مجرد هدف. أي مدرب كيحضر المباراة كيبني سيناريو ديالو على أول ربع ساعة، لكن ملي كتلقى هدف في الدقيقة الثانية كتولي مضطر تبدل كل شيء. اسكتلندا كانت باغية تلعب بهدوء، كانت باغية تستغل القوة البدنية ديالها، لكن الهدف ديال الصباري خلى منتخب اسكتلندي يخرج من مناطقه وخلى المغرب يتحكم اكثر في المباراه. هنا خصنا نعطيو فضل للتحرك الذكي ديال الصباري والتمريره العبقريه ديال ابراهيم دياس مره ثانيه. يعني اللي شفناه، الطريقه اللي شفناه ضد البرازيل، يعني التمريره الحاسمه ديال ابراهيم دياس اللي كتلقى الصباري اللي كيعمل كونترول جيد كيف العاده، وكيشوف في اليسار ديالو ما كيبان له حتى شي واحد، كياخذ القرار الصائب وكيسجل هدف رائع. هذا النوع من اللقطات هو اللي كيصنع فريق في المونديال.
ابراهيم دياز كيف قلنا العقل المدبر للهجوم المغربي. الا بغينا نهضروا على رجل المباراه فابراهيم دياز من ابرز المرشحين، لكن دار خدمه كبيره بزاف، ولو كان عنده كان بعض التحفظ من بعض الكرات او بعض، كان كيشد كره بزاف، كيدريبلي بزاف، وكيضيع محاولات. شفنا بعض المحاولات ضاعوا. بصراحه كان خد القرار، ما كانش ابراهيم دياز ما خداش قرار صائب في هذه الكرات هذه، وانما كيبقى لاعب كبير ولاعب ذكي وعنده ما يقول. وكان هو الرابط ما بين وسط الميدان والهجوم، كان كيتحرك بحريه وكيهبط يستلم الكره وكيصعد باش يصنع الخطوره. والميزه الكبيره عند دياز هي الذكاء، ماشي السرعه، ماشي القوه البدنيه، ولكن الذكاء. كيعرف فين يتمركز، وكيعرف وقتاش يمرر، وكيعرف وقتاش يحتفظ بالكره. وهذا هو اللي هضرنا عليه. بعض المرات كيحتفظ بالكره اكثر من اللازم، ولكن على العموم كيبقى رجل ذكي. التمريره ديال الهدف كانت مثال حي على الجوده العالميه ديالو. في جزء صغير من الثانيه شاف المساحه اللي ما شافهاش الدفاع الاسكتلندي، خرج الكره حاسمه صنعت الفارق. سيباري يثبت انه لاعب الحسم. كاين لاعبين كيلعبوا مزيان، وكاين لاعبين كيحسموا المباريات. سيباري في هذه المباراه كان من النوع الثاني. الهدف اللي سجله عطى للمغرب افضليه، لكن اللي شد الانتباه اكثر هو الحركه ديالو. كان كيقلب باستمرار على المساحات، كيهرب من الرقابه، كيضغط على المدافعين، وكيخلق حلول هجوميه جديده. هذا اللاعب بدا كيأكد انه عنده مكانه كبيره داخل المشروع الجديد ديال المنتخب المغربي، وممكن يكون من ابرز نجوم الكره المغربيه خلال السنوات القادمه. الدفاع المغربي اليوم هو نقطه القوه الاولى. اذا كان الهجوم كيربحك المباريات، فالدفاع كيربحك البطولات. وهذه القاعده العالميه كتنطبق على المغرب. الدفاع المغربي كان منظم بشكل رائع، التمركز كان ممتاز، التغطيه كانت ممتازه، والتواصل بين اللاعبين كان واضحا. اسكتلندا حاولت تستغل الكرات العاليه، لكن الدفاع المغربي كان حاضر، حاولت تعتمد على القوه البدنيه، لكن المغرب ربح اغلب الالتحامات المهمه. وهنا خصنا نشيدوا بالعمل الجماعي، لان الدفاع ماشي غير المدافعين، حتى المهاجمين كانوا كيدافعوا، حتى اللاعبي الوسط كانوا كيرجعوا. ولهذا الصعب بزاف على اسكتلندا، صعب بزاف على اسكتلندا انها تخلق فرص. وسط الميدان هو السر الحقيقي. اذا رجعنا للمباراه كامله غادي نلقاو بان المغرب ربح المعركه الاهم، معركه وسط الميدان. كيف شفنا ايوب بوعدي كان في المستوى، العيناوي، نائل العيناوي، كان رائع هو وبوعدي، وكان مقاتل. العيناوي اليوم قدم مباراة رائعة. شفنا كيفاش كيتقاتل، كيفاش كيتشاد، كيفاش كيطيح، كيفاش كيتضرب السيد. الوسط الميدان الحمد لله فيه لاعبين رائعين، وكيقطع كرات وكيضغط وكيعطي التوازن. وناحي كان ممتاز في الخروج بالكره. دياز كيساعد في الربط. هاد الثلاثي خلى المغرب يسيطر على نسق المباراة، وفاش كتسيطر على وسط الميدان كتسيطر على المباراة كاملة. لماذا لم يسجل المغرب أهدافا أخرى؟ هذا هو مربط الفرس. رغم السيطرة الواضحة كاين سؤال مشروع: علاش المغرب ما سجلش أكثر؟ الحقيقة كاين 3 أسباب. أولا وهو التسرع ببعض اللقطات.
ثانيا كاين نقص التركيز قدام المرمى. ثالثا تألق الحارس الاسكتلندي. المغرب خلق فرص كافيه باش يربح باكثر من هدف، لكن الفعاليه الهجوميه خصها تتحسن خصوصا في الادوار المقبله، حيث الفرص غادي تكون اقل. يعني الا ما سجلتيش غيتسجل عليك، غتندم. وفي هذه المباراه بكل صراحه كنا على اعصابنا حتى صفر الحكم. كنا خايفين اللي يجي هدف قاتل ويخسر لنا المقابله كامله، وانما الحمد لله خرجنا بهدف الفوز. والجانب النفسي سلاح جديد للمغرب. واحد الحاجه اللي تبدلات بزاف في المنتخب المغربي هي العقليه. قبل سنوات كان اللاعب المغربي كيدخل قدام المنتخبات الاوروبيه بشويه ديال الرهبه، واليوم العكس. المنتخبات الاوروبيه هي اللي ولات كدير الف حساب للمغرب. هاد الثقه جات من العمل، جات من النتائج، جات كذلك من التجربه. ولهذا شفنا اللاعبين هادئين مركزين وما وقعوش في الضغط رغم اهميه المباراه. المغرب اصبح منتخبا عالميا. اليوم ما بقيناش نهضروا على منتخب افريقي فقط، كنهضروا على منتخب عالمي، منتخب عنده نجوم في الكبار، نجوم كبار ديال اوروبا، منتخب عنده بنيه تحتيه قويه، منتخب عنده اكاديميه عالميه، منتخب عنده مشروع طويل المدى. هذه المعطيات كلها خلات المغرب يحجز مكانته بين افضل المنتخبات العالم. المباراة القادمة اللي هي مباراة هايتي أخطر مما يعتقد البعض. غادي نقولوا مباراة سهلة وغنفوزوا بسهولة، غتكون أصعب من سابقاتها. بزاف ديال الجماهير كتشوف بأن هايتي خصها تكون مباراة سهلة، لكن المونديال ما فيهش مباريات سهلة أبدا. هايتي غادي تدخل بلا ضغط وغادي تحاول تصنع المفاجأة، ولهذا خص المنتخب المغربي يدخل بكل تركيز وما يفكروش في الادوار المقبله قبل ما يحسموا التاهل رسميا. المنتخبات الكبيره هي اللي كتحترم جميع المنافسين. ان شاء الله اكيد غادي ندوزو للدور القادم، وغادي يكون بدايه ديال كاس العالم هي في هذه الادوار المتقدمه ماشي في هذه المجموعات. تما غنشوفوا مع من غادي نكونوا. غادي يبداو مقابلات ديال ضرب طيح، يعني اللي خسر باي باي. يعني تما انصاف الفرص هي اللي غتربحك المباراه. الا شفنا المستوى الحالي فالجواب غيكون ان شاء الله غير خير. المغرب عنده جميع المقومات: حارس ممتاز، دفاع قوي، هجوم سريع، مدرب عنده افكار واضحه، وجماهير استثنائيه. لكن الاهم هو الاستمراريه، لان المونديال ماراثون طويل، وكلما تقدمتي اكثر كتولي تفاصيل صغيره هي اللي كتصنع الفارق. غادي نعاودوا سؤال اخر: واش هذا الجيل اقوى من جيل قطر؟ السؤال كيطرحوا بزاف ديال المغاربه بصراحه. جيل قطر كان عنده روح قتاليه استثنائيه، لكن جيل 2026 عنده حلول هجوميه اكثر. اليوم عندك دياس، سيباري، الخنوس، بوعدي، العيناوي، مرابط. عندك لاعبين ممتازين بجميع الخطوط ومواهب قادره تحسم المباراه فرديا. وهذا التنوع الهجومي ممكن يعطي افضليه للمغرب في المباريات الكبرى. في الختام أصدقائي، الفوز على اسكتلندا ما كانش مجرد انتصار عادي، كان تأكيد جديد على أن المغرب أصبح قوة عالمية حقيقية. محمد وهبي ربح المعركة تكتيكية، إبراهيم دياز قدم مباراة كبيرة، سيباري أكد قيمته كلاعب حاسم وسط الميدان، فرض السيطرة، والدفاع واصل تقديم مستويات عالمية. اليوم المغرب قريب بزاف من التأهل إلى دور 32 من كأس العالم، وحلم المغربي مازال مستمر إذا حافظ الأسود على نفس الروح ونفس التركيز ونفس الانضباط، فليس
مستبعدا أن نرى المنتخب المغربي مرة أخرى بين كبار العالم. عاشت الكرة المغربية وعاش الأسود الأطلس، وإلى موعد جديد مع تحليل كروي جديد بإذن الله. وشكرا لكم أصدقائي، وبالتوفيق، والسلام عليكم، وديما مغرب.